واحد حكى ملي لا علاقه وكذا بلا الى اخره. المهم انت راكي عارفه. المهم انت اللي خلي ديال الجواز هي اللي غتثير الانتباه وغادي تشعل الفتنه، فهمتي؟ انت غير قولي، ما تقوليش اللي ساعدوه كما قلتي وكذا وكذا. والمهم شغل الهضره مزيان وصافي. ما بالنسبه اللي غتقول تهضري يعني معاك وصافي، يلاه الله يسخر هضريو. صيفط لي الفيديو نشوفو كي داير. أسرة مغربية نتمنى تكونوا في أحسن الأحوال يا ربي. أنا داك السي أنا في الحقيقة من معجبات داك السيد هذاك، تيعجبني كذا هذا إلى آخره. راكي عارفة كنشوف الناس كتهاجمو يعني ما من بعيد كيحكموا واحد حكام اللي لا علاقة وكذا بلا إلى آخره. المهم انت راكي عارفة. المهم انت اللي خلي ديال الجواز هي اللي غتثير الانتباه وغادي تشعل الفتنة، فهمتي؟ انت غير قولي، ما تقوليش اللي ساعدوه كما قلتي وكذا وكذا. والمهم شغل الهضره مزيان وصافي. ما بالنسبه اللي غتقول تهضري يعني معاك وصافي، يلاه الله يسخر هضريو. صيفط لي الفيديو نشوفو كي داير. وإلا لقيت شي ما نعدل فيه راني غنقول لك عشان اش تقولي واش تقولي. حيدي هذه وقولي هذه في عوضها. المهم احنا التليفون بيناتنا. وبالنسبه لذاك الموضوع اللي هضرنا عليه ديال العاده وديال فرنسا وكذا، كل ما ركز يعني كل ما تجرأتي اكثر كل ما غتثيري انتباه. انا هذا هو القصد ديالي من هذا البلان هذا، غير باش تثيري انتباه الناس ويحاولوا يهضروا عليك قنوات وغادي تولي يعني واحد الشخصيه اللي هي مثيره للجدل. السلام عليكم ورحمة الله، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم. موضوع الفيديو دائما وابدا مع العائلة المشنتكة، معروفين بالشوهة والفضيحة، فضلا منكم وليس امرا. ما تبخلوش عليا بلايكاتكم، ارائكم في خانة التعليق، وارجو غبور بوشحمة من بعد الخرجة ديال القيدة، وما أدراك ما القيدة، واللايف ديال سعاد حول الشكاية اللي عندها علاقة بزنا المحارم. السر اللي كان بين هذا الثلاثي المزعج واللي هو بوشحمة، البقة والقيدة. اكيد ما كيدخلوش معاهم فاتي فلاور في هذه المواضيع، لان كون كانوا قالوها لفاتي فلاور كانت غادي تنبه الام ديالها، وسعاد كانت غادي دير الاحتياطات ديالها، على الاقل غادي دير استشارات مع المحامي وبزاف ديال الامور. الموضوع كان غادي بسريه تامه لحدود الساعه، لكن سرعان ما خرجات القيده بالصلح ديالها مع الام ديالها اللي كانت بدات يعني راكم عارفين تدريجيا. واخر ما غنات ام كلثوم الشكايه تفعلات واتصلوا بسعاد، فاذا بالقيده كتمشي كتسني كدير لها عفوا التنازل على الشكايه اللي عندها علاقه بزنا المحارم. بشاخ خليدام. الخرجات ديال بوشحمه مؤخرا كان فرحان بالانتصار هو والبقاء، وفي نفس الوقت الخوف ديالهم من صلح القيده مع امها كان عنده علاقه مباشره بهاد الشكاية المعلومة. التنازل على الشكاية لسعاد دليل واضح على الخلاف ديالها مع الأب ديالها، وفي نفس الوقت هو دليل على النية الصافية لصلح القيدة مع الأم ديالها. غنعاود نقول لكم أن التنازل على الشكاية القيدة اللي تنازلت على الشكاية لسعاد دليل على الخلاف ديالها مع الاب ديالها. يعني الناس اللي كيقولوا ان القيده مصالحه مع الاب ديالها واتفاق ما اتفاق، ما كاين لا اتفاق لا استحمص. الخلاف فعلا كاين، والخلاف جاب واحد السبب اللي هو مادي. الخلاف جاب سبب المحل اللي كتبوا باسم الاخت ديالو من مصادر موثوقه جدا. يعني الأقرب المقربون هما اللي سربوا هذه المعلومة هذه، لأن الأخبار ديالهم راه كلها كتسرب. حنا عارفين بوشحمة، البقاء، فاتي فلاور، شنيتيكا، جوزيف، تنتفيخ والأخت ديالها راكم عارفين. البنات يعني الحفايد ديال شنتوك، وبزاف ديال الامور. هذوك الحفايض راه عندهم صحاباتهم وصحاباتهم عندهم صحاباتهم، ومن حبيب الى حبيبه حتى كتوصل لليوتيوب، فهمتوا؟
المهم ان التنازل على هاد الشكايه هادي كيبين فعلا ان القيده تخاصمات مع الاب ديالها منذ زمن، وعلى اثر هذاك الخلاف خلاها انها تشوف جهه اخرى، تشوف جهه تمها، تشوف جهه عائله تمها، تلاقى مع الام ديالها، تحاول ما امكن انها تصفي العلاقه ديالها مع الام ديالها وبزاف ديال الامور. اذا خطتك البقاء باءت بالفشل. الشكايه ديال الوشايه الكاذبه، مني كنقولوا الوشايه الكاذبه راه ما يمكن نقولوا انها كاذبه حتى تبان حقيقه من الفاعل. واش كتفهموا هاد القضيه ولا لا؟ باش نسميو واحد الوشايه انها كاذبه راه خاص تبان حقيقه من الفاعل. انا كنتكلم يوتوبيا، اما على ارض الواقع فراه خاد البراءه ديالو. ولكن الا مشى مثلا دار شكايه ديال الوشايه الكاذبه، راه لا اظن ان سعاد ستلام لمجرد الشك في الاب، لان رده الفعل ديالو مور نتيجه الخبره ديال البنت كفيله باش تخلي هاد الام تشك. يعني مجرد انها غتقول للقاضي هاد الجمله هادي راه لن تلام على الشك ديالها. واش غنلوموا واحد الام حيت شكات؟ غنلوموا واحد الام على الشكوك ديالها؟ هي كانت مجرد شكوك. علاش كنقولوا مجرد شكوك؟ لان ما كاينش دليل قطعي، ولا ما كنظنش انها قالت للقاضي راه شافت شي حاجه بعينيها، لان هذيك القضيه ديال لا كنشوفها ناعسه حدا باها وبزاف ديال الامور راه ماشي هي الا شفتي واحد العلاقه يعني كامله مكموله بعينيك، ولا شفتيها كامله مكموله بعينيك راه كيخصك اوتوماتيكمون ديك الساعه تغوتي ربي اللي خلقك. واش فهمتي؟ يعني رده الفعل ديال الام في ديك اللحظه راه غتكون كارثيه. ولكن هي كانت كتقول انها كانت كتشوف شي بلانات، كانت كتشوف شي بلانات اللي كانوا كيخليوها تشك، وحتى شي واحد ما غيلومها على الشك ديالها، وخصوصا ان الفاعل مجهول الهوية الى حد الساعة. مسألة من الفاعل العزيز، الفاعل العزيز اللي ساتره القيدة ومخليه باها لاصقه ليه بلاكه في ظهره وما قادراش تعترف بشكون هو الفاعل رقم 1 وتبرأ الاب ديالها. من هو الفاعل العزيز على القلب عفوا؟ من هو الفاعل العزيز اللي مخلي بوشحمة كيتمرمد وكيتمرغد في الغيس ديال زنا المحارم وساترين كاملين بكم الفاعل رقم 1 اللي قام بأفعال إجرامية صراحة، الواحد البنت قاصر، الواحد البنت اللي باقية الله نقزت مرحلة الطفولة إلى مرحلة المراهقة. سن 13 سنة ماشي سن اللي هو سهل، ماشي سن ديال الرشد، سن ديال واحد الوردة اللي باقا مسكينة مجموعة باقا كاع ما تفتحات، باقا ما شافت الدنيا. ولكن كنبغي نقول لكم ان هاد الاحداث المتصارعه اللي ولات كتوقع مؤخرا ما هي الا علامه خير، ما هي الا علامه خير. ورب كبير، رب كبير، وغينصر المظلوم، وغيبين شكون هو الظالم الحقيقي، غيبيا شكون هو الظالم الحقيقي قبل ما نلوموا الام اللي كانت كتقلب على من هو الفاعل وكتطلع وكتنزل في المحاكم باش تبين واحد الحقيقة وباش تاخد الحق ديال بنتها اللي باقا لدابا ما خداتوش. فراه لا حول ولا قوة الا بالله. شنتوك وتنتفخ عارفين موضوع الشكاية وخارجين تيدمروا في اليوتيوب، خارجين تيدمروا كيفاش باغا ترجعي ليه ما ترجعي ليه، وكيفاش نتيا. ودابا عاد فهمنا كيفاش ما كنتوش قابلين الموضوع ديال الصلح، كيفاش ما كنتوش قابلين الموضوع ديال الصلح، وكيفاش كنتو دايرين النوبه انتي خرجي مع 12 انا نخرج مع 2 الاخر يخرج مع 4 انتي خرجي مع 6 الغد ليه مع الصباح بداي نتيا.
كانت كتخرج تنتفخ، تبع الشنتوك، تبع بوشحمة، تبع البقاء، تبع الشنتوك، تبع تنتفخ. داكشي متصارع، داكشي متصارع. كيفاش مالكم؟ ياك لاباس علاش زربانين؟ لا، كيفاش غتصالحي مع بنتك؟ كيفاش غتشوفي لها في وجهها؟ ايوا والقضيه اللي شوهتيها واش فهمتوا؟ ما كانوش حاملين هاد الصلح هذا، وكيحاولوا ما امكن انهم يزيدوا يكحلوا القلب ديال البنت تجاه الام ديالها ويفكروها بالماضي الاليم، بالماضي الاليم. هاد الجوجات هاد الجوجات بالنسبه للموضوع ديال زيان المحارم، هاد الجوجات ما اقترفوش شي جريمه. سعاد كانت باغا الحق ديال بنتها، والبنت ضحيه، والغلط ديالها الوحيد انها سترى الفاعل، ولكن ما دارتش هي شي حاجه، هي دارت بها، دارت بها في واحد السن صغير. ولا زلنا نجهل سبب التستر على الفاعل، باقين حنا ما عارفين والو، وما بغيناش نعرفوا من الفاعل، نبغيو غير انها تمشي تعترف امام القضاء بمن هو الفاعل باش ياخذ الجزاء ديالو وياخذ العقاب ديالو اللي يستحقه. لانه الا باقي حر طليق، راه كيف ما ضحك على واحد البنيته صغيره غيضحك على بنات هما، غيضحك على بنات هما. الموضوع راه انفجر، واللي عطى الله عطاه، عطى الله عطاه، والناس كلشي ساق الخبر الخبره. هذا هو الخطا الوحيد اللي دارت سعاد، هي انها فرقعت هاد الرمانه علنا. اش فهمتوا؟ ردات القضيه قضيه راي عام وبزاف ديال الامور. اما كان بامكانها انها دير هادشي يعني مستور. حنا كنعترفوا بالاخطاء ديال سعاد، ولكن السيده صحاب ليها واش الا دارت هاد القضيه بوم راه صافي غتعرف شكون هو الفاعل وغتفضح، واش فهمتوا؟ ولكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. تقلبت عليها الاوضاع، تقلبت عليها القضيه. هو خرج براءه، والسيده ساكته ما بغاتش تعترف بشكون هو الفاعل. وجوهر مشى ضحيه ديال واحد الباطل اللي طاح عليه، وصافي، وتطوات القضيه وتجمع الملف. ولكن غنعاود نقول لك السي الغديدير، السي الغدار، ربي كبير، البقى ربي كبير. راه انتي وهمتي الناس ما مره ما جوج ان زنا المحارم كاينه. انتي الخرجات ديالك كنتي زدتي شككتي الناس في بزاف ديال الامور، وغير مؤخرا خرجه كتقولي لهم الزنا عندكم في الدم. والفيديو الاخير خرجه كتستفزي القايده باش تخرج تجاوبك، وخا ما تخرج تجاوبك بالعاني كتستفزيها، حيت بقى فيك الحال على الشكايه اللي مشات دارت لامها التنازل. عرفتي هادي راه صفعه لبوشحمه والبقه كانوا ضامسينها بيناتهم. هاد البقه هادي اللي في واحد الوقت كانت كتبوس اليدين والرجلين باش تنازل ليها سعاد، هاد بقيقو هادي جالسه كطبخها هي وبوشحمه، جالسين تيطبخوها سوا، نجيو كيفاش ونولبولي عاوتاني، فهمتي؟ ولكن بقيقو ما تنسيش ان الخرجات ديالك راه عندك شحال من خرجيله مشاو الناس، شحال من واحد بامكانه يتابع قضائيا، ولا عرفتي شحال من خرجه عندك ماشي هي هذيك، عرفتي شحال من حاجه، ولا خصوصا فيما يخص الموضوع ديال القيده. ولا القضيه ديال التهديد بالنحر وبزاف ديال الامور، والاتجار في البشر وبزاف ديال الامور. ولا داعي لذكر بزاف ديال الامور في هذا الفيديو. خبر في راسك دقيقو، خبر في راسك. انتي عارفه مزيان من بيته من زجاج لا يرمي الناس بالحجاره. سمعتي دقيقو؟ كتلعبي بالنار. وغا الخرجه ديالها هي وبوشحمه مؤخرا اللي خارج كيقول لك حقا وغنترشح ما غنترشح، وكيدخل وكيخرج في الهضره، وحتى كيبغي يقلب الموضوع وكتقول ليه زيد كمل شنو كنتي باغي تقول. باغا طيحو في الفخ وهو حال فمو مضبع، قسما بالله العلي العظيم. وهاد الليله ليله الجمعه
هي هذيك بقيقو غطيحك في شي زوبيه. وعقل على كلامي يا بوشحمه، هذيك البقه غتبقى تجيبها لك الا ما تطلع عليك شي دار اخرى على ظهرك. دفل عليا، سمعتي؟ انا انت حال فمك ما مضبع كيسحاب راسك مطور وانت راك ما مطور ما حتى شي حاجه. هذاك الشيء اللي كتحبك ليك غا من تحت الدف، من تحت الدف تزيدك وتشجعك، وهي هذيك وقولها وضحك عليها وقولها وضحك عليها تضحك عليك هي نيت. وبالنسبه لك انت يا دقيقو، بوشحمه راه ما ردش لك الاعتبار، اللي خارجه دايره فيها انت بريئه ومظلومه ومسكينه وتأديتي من سعاد والصراحه ما دارت فيك حتى شي حاجه ديال الخير، ما فيها حتى شي حاجه اللي هي ايجابيه. بوشحمه راه ما ردش لك الاعتبار، باش يرد لك الاعتبار خصو يطلقها. شوفي الا كيبغيك راه معادله سهله، الا كيبغيك وكيحمق عليك وكيموت على التراب ديال رجليك غيطلق سعاد بلا ما يفكر في ماديات، ما يفكر في ممتلكات، ما يفكر في حتى شي حاجه، ما يفكر في نفقه، ما يفكر في والو. غيطلقها ويلوحها بحال شي صنداله قديمه صافي، وغيرجع عند الحب ديال القلب ديالو بقيقو. ولكن راك كتحلمي راه ما كاين لا حب لا استحمص. لا حقا كاين واحد الحب، هو حب المصلحه. هاد حب المصلحه هو اللي كيجمعك مع بوشحمه فقط. الا كيسحب لك شي حاجه اخرى راكي كتوهمي، راكي كتحلمي. حتى ديك البنت ما كنلاحظوش انه كيعيرها شي اهتمام، ما كيخرجها تلعب شي جرده بحال الاباء، ما يخرجها تسخر معاه، ما كنشوفوه كيعنقها وكيحضنها وكيعطيها الحنان، ما كنشوفوه قريب ليها، ما كنشوفوه مهتم للصحه ديالها، ما كنشوفوه مهتم للنظافه ديالها، ما تا شي حاجه. عكس الاطفال الاخرين غير يشوفهم يقطع لهم الضفره ويدوش لهم ويحك لهم ويفرك لهم ويحط لهم ياكلوا ويشربوا ويخرجهم. واش فهمتوا؟ يكسيو تسافروا زيدوا شوفوا السفر على الاقل مشكره ليهم دار، ماشي بحالك داك حوازه عند الناس في طنجه. واش فهمتي الفرق البقاء؟ الموضوع راه ساهل، ما كيحتاجش بزاف ديال. غنسمعكم واحد الاوديو كان تسرب لبوشحمه شحال هادي. سمعوا الطريقه كيفاش كيتكلم بها بوشحمه في الواقع ماشي في المواقع، كيفاش كيتكلم في الواقع على الطريقه كيفاش غيخرج اليوتيوب. شوفوا التمثيليات اللي كيديرها بينها وبين راسو وبينها وبين الناس اللي كيخدم معاهم في اليوتيوب. واحد حكام اللي لا علاقه وكذا بلا الى اخره. المهم انت راكي عارفه، المهم انت اللي خلي ديال الجواز هي اللي غتثير الانتباه وغادي تشعل الفتنه، فهمتي؟ انت غير قولي، ما تقوليش اللي ساعدوه كما قلتي وكذا والمهم شرم لي الهضره مزيان وصافي. ما بالنسبه اللي غتقول تهضري يعني معاك وصافي، يلاه الله يسخر هضريو. شفت الفيديو شوفوا كي داير. أسرة مغربية نتمنى تكونوا في أحسن الأحوال يا ربي. أنا في الحقيقة من معجبات داك السيد هذاك، تيعجبني كذا هذا إلى آخره. راكي عارفة كنشوف الناس كتهاجمو يعني ما من بعيد كيحكموا واحد حكام اللي لا علاقة وكذا بلا إلى آخره. المهم انت راكي عارفة، المهم انت اللي خلي ديال الجواز هي اللي غتثير الانتباه وغادي تشعل الفتنة، فهمتي؟ انت غير قولي، ما تقوليش اللي ساعدوه كما قلتي وكذا والمهم شرم لي الهضره مزيان وصافي. ما بالنسبه اللي غتقول تهضري يعني معاك وصافي، يلاه الله يسخر هضريو. شفت الفيديو شوفوا كي داير. وإلا لقيت شي ما نعدل فيه راني غنقول لك عشان يدير اش تقولي واش تقولي، حيدي هذه وقولي هذه في عوضها. المهم احنا التليفون بيناتنا. وبالنسبه لذاك الموضوع اللي هضرنا عليه ديال العاده وديال فرنسا وكذا، كل ما ركز يعني كل ما تجرأتي اكثر كل ما غتثيري الانتباه.
انا دورت ديري من هذا البلان هذا غير باش تثيري انتباه الناس ويحاولوا يهضروا عليك قنوات وغادي تولي يعني. هذا كان الفيديو، نتمنى ينال الاعجاب ديالكم، ما تبخلوش عليا بلايكاتكم، ارائكم في خانة التعليق. نتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله مع موضوع جديد.